يستعد لتنفيذ الركنية الثالثة للفيصلي بالأسلوب القصير هذه المرة. الآن أحمد العرسان، أحمد العرسان قد يسدد، أحمد العرسان والهدف الأول. جول حمادي في أول المشاركات الرسمية مع الفريق الأول ببطولة الدوري، يسجل هدف الافتتاح بكرة رأسية راهن عليه أبو زمع، وحمادي يسجل هدف أول لمصعد فريق الفيصلي بكرة رأسية بعد صناعة من اللاعب الأبرز للفيصلي هذا الموسم اللاعب أحمد العرسان. شاهد القصة من جديد، ركنية بأسلوب القصير تصل إلى العرسان، العرسان بالتمريرة والرأسية بدون رقابة، بدون أي رقابة. اللاعب حمادي محمد قاسم حمادي يسجل هدف الفيصلي الأول بكرة رأسية بارعة دون أي رقابة دفاعية، والمشاكل الدفاعية تتوالى من فريق البقعة. وهدف من محمد قاسم يسجل هدف الافتتاح في الدقيقة 11. محمد قاسم أي بداية وأي ظهور رسمي أول في بطولة الدوري، يتوجه إلى المدرب اللي منحه الثقة ومنحه الفرصة عبد الله أبو زمع، ويطبع روني يقطع الكرة اسلوب رائع. الان كرة بالامام اتجاه العرسان، العرسان يستلم الكرة، العرسان كرة لوب وهدف ثاني، هدف ولا اروع عن طريق احمد العرسان. كرة لوب ساقطة فوق الحارس، احمد العرسان يظهر من جديد. احمد العرسان صنع الهدف الاول واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 15، يعزز من رصيده على قمة لائحة الهدافين ب 12 هدف. احمد العرسان الذكاء الكبير في اللقطة الماضية، نشاهد القصة من جديد، نشاهد الكرة الأمامية، الاستقبال والنظرة باتجاه الحارس اللي خرج واتخذ القرار السليم في الوقت السليم في المكان السليم. كرة بفوق الحارس، هدف ثاني رائع، هدف ولا أروع عن طريق أحمد العرسان. أحمد العرسان يعزز من تقدم فريق الفيصلي بالهدف الثاني في الدقيقة 15. أي بداية للاعب أجاجون إلى مهند، خالد زكريا بتمرير العرسان، حمادي، العرسان، الحلاق، يتقدم الحلاق، كرة الآن إلى الحمادي والهدف، الهدف الثالث عن طريق حمادي في الدقيقة 30 يسجل هدف الشخص الثاني والهدف الثالث لمصعد فريق الفيصلي. أي حضور وأي بداية لحمادي، أي حضور وأي بداية لحمادي. هدف الشخص الثاني بكرة قوية على يسار الحارس، الفيصلي يتقدم ب3 أهداف مقابل لا شيء. نشاهد القصة من جديد، كرة نشاهد العرسان إلى محمد الحلاق إلى الحمادي تقدم خطوة للأمام ثم سدد كرة قوية على يسار الحارس البقعاوي، الحارس أصيل الصياحين. 3 أهداف مقابل لا شيء. نشاهد التمريرات سلسة بين لاعبي فريق الفيصلي تنتهي عند حمادي لاعب الفريق تحت 19 عام، يسجل هدف شخصي ثاني وهدف ثالث والعناية